ايه موضوع حقنة هتلر؟ حقنة هتلر دي تحتوي على توليفة من بعض المضادات الحيوية زي كورتيزون في صورة ديكساميثازون مضافة إليه بعض الالتهابات. طبعا الحقنة دي تتراوح ثمنها حوالي 40 جنيه في معظم جميع الصيدليات. طب هل دي مين اللي بياخدها؟ لو واحد عنده دور برد أو دور انفلونزا أو بعض حالات الكورونا. طب هل الحقنة دي تبع شركة أم توليفة أم اجتهاد شخصي لبعض الصيادلة مجهول الهوية ومجهول المصدر أو الدخلاء على المهنة؟ نصيحة لوجه الله، مش اي حاجة تشوفوها عبر الانترنت تستخدموها علشان تشكل خطورة جدا على حياتكم. لازم استشارة الطبيب، ولان الحياة غالية لازم حضرتك ما تروحش لأي حاجة وما تفرطش في حياتك اللي هي غالية اكيد عليك وعلى اسرتك واكيد هتكون غالية علينا. ربنا يشفي كل مريض، وخصوصا ان كورونا رجعت تاني بقوة تحديدا في الولايات المتحدة الامريكية وبعض حالات ظهرت في مصر، ولازم حضراتكم تهتموا شوية بلبس الكمامات حفاظا على ازهاق الارواح. ربنا يحفظنا جميعا ونعدوا الازمة دي بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.